تروح لراجل متجوز توهمه وتقنعه وتعمل له غسيل مخ ان مراتك دي اسوأ ست في الكون، ان مراتك دي اصعب ست في الكون. هي بتشتغله، بتضحك عليه عشان تاخده في الطريق اللي هي عايزاه. طبطبت عليه، اتكلمت معاه كلام لطيف، قالت له كلام حلو، ضحكت عليه، وهمته، نفخته، اديت له حاجات هو كان محتاجها مش لاقي اللي يديها له. وبالتالي هيشوف مراته قليله، هيشوف مراته فيها سلبيات، هيشوف مراته فيها عيوب، هيشوف الدفوهات اللي ما كانش اصلا اخد باله منها، او قد يكون كان عامل نفسه مش اخد باله منها عشان المركب تمشي ويربي الولاد ويمشي الحياه. ولكن هم بيستغلوا الحته دي، بيستغلوا نقطه الضعف اللي فيك، اللي اي بني ادم معروف ان في نقطه ضعف. نقطه ضعف ان هو الحاجه الى التقدير. اي بني ادم فينا محتاج ان هو يتقدر. فلو راجل لقى واحده بتقدره غير مراته بقى ملبوخه عنه، مراته مشغوله تعبانه مع اولاده، وتبدا هي تتدحلب عليه وتضحك عليه من الحته دي، عملت لك غسيل دماغ. تضحك عليك ماديا، تضحك عليك عاطفيا، تتجوزها، تخرب بيتك، تدمر حياتك، مستقبلك يتدمر. هنا الفخ. تبدا انت تقول ده انا مضحوك عليا، ده انا مراتي وهمتني. وقد يكون و100% بيكون ان مراتك دي هي الحد الكويس، هو ده الرزق ليك في الدنيا، هي دي الحد الخير ليك، ولكن هي بتوهمك. الطرف الثالث اللي داخل ده بيوهمك عشان تتقلب حياتك رأسا على عقب. انت مش معمول لك عمل. عشان في ناس كتير تيجي تقول لي الست دي سحراله، البت دي ضحك عليه. لا خالص، هو معمل له غسيل دماغ.